هاد القصة اللي غادي تسمعوا غادي تصدموا من درجة الوقاحة اللي ولينا عايشين فيها، وكيفاش هاد البنت المنقبة تستغلات بطريقة ما غاداش تخطر لكم على البال. مولات القصة كتقول: انا في عمري 28 سنه تعرفت على واحد الراجل في الخدمه ديالي، وانا من عادتي ما كنعطي فرصه لحتى شي واحد، ولكن هاد السيد اللي خلاني عطيته فرصه حيت عام وهو خدام معايا وكنشوف معاملته ليا باحترام وفي نطاق الادب، وديما فاش كيكون شي موقف خايب في الخدمه كيدافع عليا. الصراحه شفت فيه معامله ديال الراجل اللي كنحلم به، وهذا الشيء اللي خلاني نولفو، واخا انا لازمه حدودي في نفس الوقت. مني فتح معايا واحد النهار موضوع العلاقه، قلت ليه الا كنتي ناوي المعقول اجي لدارنا مرحبا بك، وللاشاره هو عمرو شافني ولا خرجت انا وياه حيت انا منقبه. المهم جا السيد لدارنا ودرنا الرؤيه الشرعيه وصافي سالا داك النهار، ومن داك النهار بالضبط السيد معاملته تبدلات، ما بقاش كيهضر ويهتم بحال كيف ما كان، وخصوصا في بلاصه الخدمه كيتعامل معايا بواحد البروده ما كتصورش. المهم انا بقى فيا الحال والفضول في نفس الوقت، مال هاد السيد ولا هكا. ومن بعد وصلتني اخبار باللي كان داير تحدي مع صحابه باش يشوف وجهه كيف داير. مني سمعت هاد الخبار الصراحه تصدمت، وبسبب هاد الشيء خرجت من ديك الخدمه باش ما نبقاش نشوف في وجهه. وبصراحه نقصت ثقتي في راسي، كنسول راسي واش انا بصح خايبه حتى لهاد الدرجه. مرضت نفسيا بسبب هاد الشيء، وكنقول واش ما عجبتوش ولا انا بصح خايبه.